تشرفنا هذا اليوم بزيارة نخبة من شيوخ عشائر ديالى إلى محافظة ديالى. تمت مباحثة العديد من الأمور التي تخص المحافظة، ومن ضمن هذه الأمور هي عودة النازحين في ناحيتي جلولاء والسعدية وكذلك قضاء المقدادية. اليوم النازح أمانة في أعناقنا جميعا، وعلينا أن نشارك في عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم بالسرعة الممكنة لإنهاء معاناتهم. والشيوخ أبدوا مساعدتهم وتشكيل فريق من شيوخنا الأعزاء من أجل متابعة هذا الموضوع والتفاوض مع الأخوة الكرد والأطراف المعنية من أجل عودة النازحين إلى جميع المناطق. أنا أحث وأنا أهيب بأخوتي الأعزاء الشيوخ بأن نكون سند للأجهزة الأمنية في الحفاظ على ما تم تحريره من أيدي داعش. اليوم المحافظة ديالى خالية من الإرهاب بالكامل الحمد لله. علينا مسك الأرض بشكل لن يسمح لداعش بالعودة إلى هذه الديار، وإن شاء الله كلهم متفائلين وكلهم جادين في الحفاظ على أراضيهم وعلى بيوتهم إن شاء الله. أوجه رسالتي لكل أهلي شيوخ العشائر ديالى في محافظة بأن ديالى عائلة واحدة وعشيرة واحدة، فنبذ الطائفية يكون من أولويات هذه العشائر، وإن شاء الله سنرجع كما كنا في السابق عشيرة واحدة يلمنا الجميع هو محافظة ديالى. اليوم محافظة ديالى عشيرته ليست عشيرة المجمع ولا عشيرة العزة ولا عشيرة أخرى، لكن عشيرتنا هي ديالى. كنا تجمعنا هذا الرابط الجميع يجمع الجميع هذا الاسم ديالى، فهو إن شاء الله سيكون عنواننا وانطلاقتنا نحو المستقبل بهذا العنوان. اللقاء مع السيد محافظ ديالى المحترم بخصوص المشاكل والمعوقات اللي تواجه المحافظة، وحقيقة ناقشنا كل المواضيع اللي تخص الأمن وتخص الإرهاب، والحمد لله ديالى تحررت من الإرهاب بفضل قواتنا الأمنية والحشد الشعبي. والآن ديالى تحررت، وإن شاء الله انطى السيد المحافظ أهمية لعودة النازحين من شمال المقدادية والعظيم وقرى السعدية وجلولاء، وتمخض الاجتماع عن إرسال وفد عشائري إلى كردستان العراق للتباحث في عودة النازحين.